مع إنه ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. طيب إزاي ربنا سبحانه وتعالى يقول كده وكتب على نفسه إنه يحقق اللي إحنا عاوزينه ويلبي الدعوة بمجرد ما نطلب، وساعات كتير ما بيحصلش ولا بيتحقق؟ حتى سيدنا يونس دعا ربنا وهو في بطن الحوت، وربنا قال فاستجبنا له، ومع ذلك ما خرجش من بطن الحوت على طول. الواحدة تدعي تتجوز شخص معين وما يحصلش نصيب، او حد يدعي يتقبل في شغلانة وتضيع منه، او غيره يدعي ربنا سبحانه وتعالى يرزقه بفلوس وبرضه ظروفه ما تتحسنش. تليفون يا رب بنوع معين ومش عارف يغير موبايله ويلملم حق واحد جديد. إنسان يطلب من ربنا الذرية وربنا ما يرضيهوش بالخلفة لحد دلوقتي. كتير دعواتنا ما بتستجابش وطلباتنا ما بتتحققش. طيب ليه؟ لو كملت الآية هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. خلينا ناخدها حتة حتة واستحملني معلش. معنى فليستجيبوا لي انك بتتجاوب مع ربنا، بتسمع لقراراته وتقول حاضر ونعم يا رب وبترضى باللي قسمهولك. ورجع ربنا سبحانه وتعالى وقال: وليؤمنوا بي. ومعنى الايمان بالشيء هو القناعه بان الشيء ده هو الافضل بالنسبه لي، وان ربنا هيدلني للخير ولا يمكن يضلني. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ادعي وانا قريب، بس استجيب لقراري وخليك مؤمن باختياري واني بوفق لك وايف لك الافضل بالنسبه لك. مين قال لك ان الجوازه دي كانت خير ليكي؟ مش جايز كنتوا هتطلقوا او هتعيشوا في مرار بعد الجواز. ومين عرفك ان الشغلانه دي كويسه؟ مش يمكن كان هيبقى لك مدير متسلط وظالم ويأذيك نفسيا؟ وايش دراك ان الذريه كانت هتكون عكاز ويسندك؟ مش يمكن عيالك اللي مابوش دول كانوا هيبقوا عاقين بيك ويكسروا ظهرك؟ ومين بصرك ان الفلوس كانت خير بالنسبه لك؟ مش يمكن لما كانت تجيلك كنت هتفجر وتنسى ربك؟ سيدنا الخضر لما قتل الغلام بامر من ربنا، اهل الغلام ما كانوش يعرفوا انه لما يكبر هيبقى فاجر وعاصي ويرهقهم، وبرضه ما كانوش يعرفوا ان ربنا سبحانه وتعالى هيعوضهم بولد تاني يكبر ويشب ويبقى صالح ويخدمهم. ومش بعيد ان ربنا سبحانه وتعالى يكون من ضمن حكمته في وجود الابتلاءات من حوالينا انه يصبرنا على المنع والحرمان. فما تحملش هم الاستجابه، يمكن تكون استجابة دعوتك في إنها ما تتحققش، ولكن احمل هم الدعاء، لأن ممكن يكون زعلك في استجابة دعوتك. لأن ساعات كتير جدا دعوات بتستجاب وقبولها بيكون ابتلاء لصاحبها، فربنا ما يجعل ابتلاءك في أحب الأشياء إليك. وعشان كده أحد الصالحين كان بيقول: لما ربنا سبحانه وتعالى بيحقق لي اللي نفسي فيه بفرح مرة، لكن لما يمنع عني اللي نفسي فيه وما يحققهوش بفرح 10 مرات، لأن دعوتي كانت اختياري، إنما عدم استجابتها كان اختيار ربنا سبحانه وتعالى. ودايما اختيار ربنا هو الأصلح والأفضل، لأنه سبحانه وتعالى بصير، عالم بخبايا الأمور وتجعيد معاناة تحقيق الأمنية عن قرب. وطبعا انا ما بخوفكش من الدعاء، ولكن وانت بتدعي ادعي وقول: يا رب اجعل الخير في اللي انا دعيت بيه. واللي بيبقى عارف كده ومؤمن بيه بيوصل لمرحلة الرشد. ربنا بيقول: لعلهم يرشدون. والرشد هو الوعي والنضج والدماغ الشغالة لما يتجمعوا في شخص فيبقى متأكد ومؤمن تماما ان كل اموره خير، وان اللي جاي مليان بركة، وان اللي راح كان كله شر وعكننة. فدايما ندعي ربنا وقول: اللهم اختار لي ولا تخيرني فإني لا أحسن الاختيار، وراضني بما اخترته يا الله. سلام عليكم.